اللي عايز يعرف ازاي يشتري حاجات بأسعار كويسة جدا 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 ومناسبة ليه في الوقت اللي احنا فيه وفي ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها، يسمع الفيديو ده للآخر. صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين. يا رب يجعل يومكم جميل يا رب. فيديو النهاردة أنا بفضفض فيه فضفضة بسيطة كده عن حاجة بشوفها على الفيسبوك وعلى البوستات وعلى الحاجات دي كلها. ناس بتدخل تكتب مش في مجال الاكل والشرب بس عشان ما حدش يقول ان انا متحيزه للمجال ده. مثلا واحده عايزه تعمل تسريحه معينه في شعرها، انا عايزه حد يعمل لي التسريحه دي من غير ما ياخد مبلغ كبير. انا عندي قماش عايزه افصله من غير ما ياخدوا مبلغ كبير. انا عايزه مش عارف ايه من غير ما ياخدوا مبلغ كبير. انا عايزه حاجات باسعار معقوله. انا عايزه اشتري كذا بسعر غير مبالغ فيه. انا عايزه حاجات تجيلي بسعر توصيل غير مبالغ فيه. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني انت حضرتك بالنسبه مثلا اللي بتتكلم على تسريحه الشعر، داخله عايزه تتعمل لك حاجه سبيشال، حاجه واو، حاجه فظيعه. اللي هتيجي تعملها لك ممكن تقعد مثلا 3 4 ساعات عشان تعملها لك، وعايزاها ما تاخدش اجر الوقت ده. اللي بتسأل على حد يخيط لها قماش، انت عايزة واحدة تقعد تخيط لك في حاجات وتاخد باليوم واليومين والتلاتة وما تاخدش اجر الحاجة دي بشكل يرضيها وشكل يكفيها وشكل يخليها تعيش عيشة كريمة. بالنسبة للي بيتكلموا في الاكل، عيب عليكي ان انت تكوني بتطلبي فراخ ولحمة ومحاشي، اكلات اللي بيعملها لو ما دفعش تكلفتها تكلفة كبيرة بيتعب جدا 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 عشان يقعد يعملها، يكاد يكون ظهره بيتكسر. يعني مثلا الناس اللي بتقعد تعمل محاشي، المحاشي دي متعبة، متعبة مش وبدون جدال. اللي تقول لك ده سهلة بالنسبة لي، ده مش ماشي، هي بتبقى سهلة مع الممارسة والحاجات دي كلها، لكن هي مش مريحة في عملها. يعني الست اللي بتعملها انا مش عايزة اقول لك ان المكسب اللي بتطلعه ممكن تحطه ادوية وحاجات عشان ظهرها وعشان تسكن الالم اللي عندها. فحرام عليكي ان انت تبقي عايزه تسخري ناس يعملوا لك حاجات مبالغ فيها فعلا في تعبها ومبالغ في فلوسها، وانت عايزه تدفعي اسعار غير مبالغ فيها. حضرتك عايزه تاكلي اكل باسعار غير مبالغ فيها، ما تطلبيش انت اصناف وحاجات مبالغ فيها، ما تطلبيش بكميات مبالغ فيها. أكلة نفسي فيها بس الحالة الاقتصادية صعبة والكلام ده كله، أطلب المينيمم بتاعها، أطلب كمية قليلة منها أدوق منها، لكن مش أطلب منها 6 7 كيلو. غير إن الناس هتتعب عشان تعملهم لي كمان ما ياخدوش حقهم. فوقوا لنفسكم يا جماعة، ده نوع من الجشع وعيب. أنا مش عارفة الناس دي إزاي ما بتتكسفش من البوستات اللي بتحطها. ازاي انت بتجيلك الجرأة ان انت تدخلي كده على الملأ بيشوفك الافات، ده لو جروب صغير يعني بيشوفك الافات وبيشوفوا انت كاتبه ان انت عايزه تستغلي الناس وعايزه تبخسي للناس الحاجات من ناحيه الفلوس ومن ناحيه المجهود. ما انت لا تبخسوا للناس اشيائهم، ده مش بس مجرد واحد بيبيع لك سلعه انت عايزه تنزلي في ثمنها، لا ده انت بتبخسي في مجهوده كمان. يعني واحد تعب في حاجه عشان يعملها لك انت عايزاه ما ياخدش فيها حاجه، كفايه عليه كذا. اسعار مبالغ في بيها من وجهه نظر مين؟ اسعار مناسبه بالنسبه لمين؟ ما هو اللي يناسبك غير اللي يناسبني، الكلام ده كله. حضرتك ممكن تكوني قادره تدفعي في حاجه 100 جنيه، انا ممكن اكون مش قادره ادفع اكتر من 50 جنيه. ما ينفعش بقى انا اللي الحاجه ام 150 جنيه حضرتك عايزه تدفعي فيها 100، واللي ب 150 انا ادفع فيها 50. لا، حضرتك معاكي 100 جنيه وعايزه تشتري حاجه ب 150، يا اما تستني لما يبقى معاكي تمنها، يا اما حضرتك تشتري جزء منها لو ينفع تشتريه. يعني بدل ما تشتري الكميه كلها اشتري نص الكميه. انا نفس الشيء، يا اما اتعامل بال50 جنيه اللي معايا، يا اما اشتري جزء من الحاجه اللي انا نفسي اشتريها، مش لازم اشتريها كلها. ده الصح. لكن مش اروح ابقى انا بقى تنحى، انا عايزه ادفع في الحاجه 50 جنيه
واروح لحد بيبيع حاجه ب 200 جنيه واقول له يا تبيعها لي بسعر معقول يا الا ادبي. لا، ان شاء الله عنك ما اشتريتي. ولو انتوا بتعملوا كده والناس يا عيني بتضطر ان هي تبخس من حاجتها عشان تديها لكم عشان العجله تمشي وعشان تبقى اسمها كسبت جنيه وخلاص، ولا باعت بدل ما الحاجه تبوظ، انتي بتلعبي على الوتر ده. يا ويلك من الله، يا ويلك من الله لو هو ده طريقك ومنهجك في الحياه. عقابك عند ربنا كبير. وانتي بتنشري الفاحشه بشكل غير مباشر، انك تدخلي تحطي بوستات زي كده وتطلبي من الناس تبخس حاجتها عشان انتي تشتري منهم. يا ويلك من الله. ملخص الفيديو، ويا ريت تتقبلوا كلامي لو سمحتوا يا جماعة. انت عايز تشتري حاجة استثنائية او حاجة تتعمل لك مخصوص، سواء في اكل في شرب في لبس في اي حاجة، يبقى حضرتك لازم تكون مستعد انك تدفع اسعار برضو استثنائية. انا طالبة اكلة معينة، انا واحدة بقى مش عارفة اعملها، مش فاضية اعملها، يبقى انا لازم ادفع تمن الاكلة دي بما يرضي الله، والربح اللي اقدمه للناس او الفلوس اللي اقدمها للناس لازم تكفيهم، لازم تحقق لهم حياة كريمة. زي ما انا عايشة في الدنيا باكل وبشرب وبطلب حاجات مبالغ فيها واستثنائية وحاجات غالية ولحمة وفراخ، لازم على الاقل الشخص اللي بتشتري منه يكون هو قادر هو كمان بعد ما ياخد منك الفلوس يشتري هو كمان وياكل لحمة وفراخ. ما ينفعش ان انت تبقي بتديله ربح ما يخليهوش يعيش، ما يعرفش يعيش بيه. لازم انت تفهمي الموضوع ده. الملخص، عايز حاجة بأسعار غير مبالغ فيها، حضرتك ما تطلبش أصناف أو تطلب سلع برضو مبالغ فيها. تمام كده؟ وشكرا، والله يجعل يومكم جميل.